العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإلكترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. دعوة للدفع بقوة على لسبل مضاعفة الإنتاج في القاشبركة. إشادة بالخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى عداق حمص بأسماء. تأهيل الأسر المحتاجة بالماشية في عروضات. أمريكا تعود رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ. مؤتمر ميونخ للأمن يناقش ملفات ساخنة. فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية جاكرتا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قدمت دعوة في إقليم القاشبركة للعمل بقوة بهدف تشجيع المزارعين النموذجيين لتحسين إنتاجهم كما ونوعا باتباع التعليمات والإرشادات المهنية وضرورة تنفيذ سبل مضاعفة الإنتاجية. وفي جلسة تقييمية عقدت في 12 من فبراير في حاضرة الإقليم مدينة بارنتو، شارك فيها خبراء الزراعة والمزارعين لمناقشة وتقييم أنشطة المزارعين النموذجيين ودورهم المؤثر. قال مسؤول النباتات في الإقليم السيد جيتوم هيلا ميكائيل أن تقوية الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الزراعة لتنمية المزارعين النموذجيين تتطلب تنفيذ المزارعين الإرشادات المهنية المقدمة لهم. من جهته قال مسؤول وحدة تنمية البذور السيد ناغاسا هابتا ميكائيل أن تحقيق الأنشطة الجارية عن طريق قنوات تحويلية تحتاج إلى الاستفادة الجيدة من فرص الري المتاحة، مشيرا إلى سريان العمل نشر السبل التي يتبعها المزارع النموذج الناشط في مديرية موغولو عبر قنوات أدورغا التحويلية. من جهته ذكر حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حرية المهنيين الزراعيين للقيام بجهود حثيثة من أجل تقيير حياتهم المعيشية وليؤثرون على الآخرين والمزارعين القيام بتحضيرات مسبقة وبذل جهود حثيثة للحفاظ على المياه وحماية التربة. أشاد المستفيدون من خدمات مستشفى عداق حمص في العاصمة أسمرة بخدمات رعاية الحوامل وحديثات الولادة. وأوضح الحوامل التي يحصلن على الرعاية اللازمة في المستشفى العمومي أن المستشفى يقدم كافة الخدمات التي تتطلبها الحوامل وتساهم في تأمين صحتهن وصحة جنينهن. وفي المقابلة التي أجراها المدير الطبي للمستشفى الدكتور كفليس استدل مع وكالة الأنباء الإترية، ذكر أن المستشفى قدم خدمات صحية ناجعة في عام 2020 لأكثر من 7000 حامل، أي بما يعادل 583 في كل شهر. وشهدت تلك الخدمات ارتفاعا مشهودا بنسبة 9% مقارنة بالعام 2019. وأشار الدكتور كفليس أنه خلال العام الماضي وضعت أكثر من 3000 حامل حملها في المستشفى، بما فيهن 130 حامل أجريت لهن عمليات جراحية وتقديم خدمات تطعيمية لأكثر من 16,000 طفل. من جهته قال خبير الولادة يعقوب اسملاش أنهم يقومون بمتابعة جادة للمشاكل الصحية التي تنجم بعد الولادة للأمهات والرضاع. ويعمل في مستشفى عداق حمص العموم الذي بدأ خدمات الجراحة في العام 2018 يعمل 118 طبيب و155 إداري. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية عودات بتأهيل 10 أسر محتاجة في ضواحي كرشملا وسوليب وحواقو وإذقرنة بالماشية بمبلغ 10,000 نقفة لكل أسرة. وأوضح مسؤول المكتب السيد يمان كفلو أن المتأهلين هم المعاقين والمسنين والمرأة الراعية في إطار مساعي تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، مؤكدا القيام بالمتابعة اللازمة في الأنشطة التي يقومون بها.
وشكرت الأسر المدعومة الإعانة التي تقدمها الحكومة للمحتاجين، متعهدة لإحداث تغيير في حياتها. تبرع شباب مديرية أخرية في الإقليم الأوسط طواعية بالدم يوم 19 من فبراير. وأوضحت عضو بنك الدم السيدة ترحاس كيدان أن المبادرة تأتي مواصلة لمبادرات التبرع الطوعي للدم على مستوى الوزارات والمديريات. من جانبها أشاد عضو الهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين للدم الشاب قبرة سائد دامر بمبادرات الشباب إدراكا لأهداف التبرع بالدم. وأكد الشباب على استعدادهم الدام لتحقيق أهداف بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم. في غضون ذلك قام أعضاء فرقة المارشات الموسيقية الوطنية وعمال شركة سقل للإنشاءات فرع بيت قرقيس وأعضاء مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط، وكذلك الأسر والأفراد في الفترة من 15 وحتى 19 من فبراير بالتبرع الطوعي للدم. سيداتي سادتي، نوافيكم بعد هذا الفاصل بالأخبار العالمية. أهلا بكم من جديد. عادت الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ، وذلك بعد انقضاء 30 يوما على إصدار الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا بشأن هذه الخطوة بأول يوم له في منصبه. ورحب علماء ودبلوماسيون أجانب بعودة واشنطن إلى الاتفاقية، إذ تشهد هذه الخطوة المعركة العالمية ضد تغير المناخ، وتخطط إدارة الرئيس بايدن لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة. وسيشارك المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري في فعاليات عبر الإنترنت بمناسبة عودة بلاده إلى الاتفاقية، وتشمل لقاءات مع سفيري بريطانيا وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي للمناخ مايكل بلومبرغ. ووقعت 195 دولة على الاتفاقية في ديسمبر 2015، وتعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة الآثار الكارثية لتغيرات المناخ على مستوى العالم، وتم التوصل إليها بعد مفاوضات مطولة بين ممثلي البلدان، وبموجبها تلتزم الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي انسحبت منها حين اتخذ الرئيس السابق دونالد ترامب قرار الانسحاب في 14 من نوفمبر 2020 بسبب زعمه أن مكافحة تغير المناخ مكلف جدا. انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن عبر تطبيق الفيديو بسبب جائحة كورونا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الشخصيات البارزة عالميا. وعرضت المستشارة الألمانية على الرئيس الأمريكي التعاون الوثيق بشأن التحديات الاستراتيجية في مواجهة الصين وروسيا، وقالت أن هناك الكثير مما يجب فعله، وأن ألمانيا مستعدة لبدء فصل جديد في الشراكة عبر الأطلسي. وأشارت إلى أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، بالإضافة إلى المال، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده ما سينهي جائحة فيروس كورونا. من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر من إمكانية نشوب حرب عالمية جديدة في غياب آليات للحوكمة متعددة الأطراف. أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر من 1000 شخص على النزوح من منازلهم
مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن تلك الأوضاع ستتواصل الأسبوع المقبل. وقال سابدو كوريناتو القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا لتخفيف آثار الكوارث في بيان أنه تم إجلاء حوالي 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة التي يقطنها 10 ملايين شخص بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 في بعض المناطق. وقال أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من 20 مركزا للإجلاء في أنحاء المدينة. وتأتي الفيضانات في وقت تواجه فيه إندونيسيا بالفعل أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء جائحة كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا وركود اقتصادي. قال مسؤول كبير في قطاع النقل في موسكو أن المدينة تخطط لمضاعفة عدد الحافلات الكهربائية التي تشغلها 4 مرات تقريبا في السنوات المقبلة، واستبدال جميع مركبات النقل العام التي تعمل بالبنزين أو الديزل ببدائل أكثر مراعاة للبيئة بحلول عام 2030. وقالت الشركة التي تدير شبكة الحافلات والترام الضخمة في العاصمة الروسية أن أسطولها المكون من حوالي 600 حافلة كهربائية سيتم توسيعه بمقدار 400 مركبة بحلول نهاية العام ليصل الأسطول إلى أكثر من 2000 حافلة. وقال أرتيم بوركلوف نائب رئيس قسم المشاريع المبتكرة ستكون الخطة كل عام هي استبدال جميع مركبات النقل العام ذات العجلات بحافلات كهربائية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة الختام. في أمان الله وحفظه.